بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير. تحياتي لكل المتابعين. بنعتذر جدا عن فتره التوقف بالنسبه لحلقتنا الاسبوعيه، الظروف اللي كلنا بنعيشها، الاحداث الداميه لاهلنا واحبابنا في فلسطين وفي غزه. بندعو لهم كلهم من قلبنا ان ربنا يصبرهم وربنا ينصرهم، ان الظروف الحقيقه قاسيه جدا عليهم. ويمكن افضل الكلمات اللي نقدر نعزيهم بيها هو بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. عملنا لكم حلقه حصاد الاسبوع، يمكن بعض المواضيع المهمه جدا اللي حابب اتكلم فيها مع حضراتكم. حلقه النهارده هتكون مختلفه وهتكون دسمه جدا وفيها معلومات اعتقد هتكون مهمه جدا ان احنا كلنا نتابعها ونعرفها، خاصه ان احنا بنتكلم على اخبار محليه وعالميه لاول مره في ملعب السير. يمكن حلقه اعتقد هتكون شيقه وهيكون فيها معلومات كتيره جدا. نتكلم عن الدوري الافريقي اللي بيتلعب في الوقت الحالي اللي بيتنظم لاول مره. ايضا هنتكلم عن الدوري الالماني، وايضا معانا مباراه منتخب مصر والجزائر، المباراه الوديه الحقيقه اللي كانت مهمه جدا. نتكلم ايضا عن الدوري الانجليزي اللي الحقيقه جي بوستوكوجلو المدير الفني لتوتنهام استطاع ان هو يتصدر جدول الدوري الانجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. تعالوا مع بعض نتابع اول خبر معانا. يمكن الحقيقه فريق نادي باير ليفركوزن في الدوري الالماني بيقدم مباريات قويه جدا الفتره الاخيره بقياده المدير الفني الشاب تشافي الونسو اللاعب الاسباني. يمكن تشافي الونسو الحقيقه بيقدم مستويات طيبه وقويه جدا مع فريق نادي باير ليفركوزن، ويمكن في اخر مباراه استطاع ان هو يفوز على نادي فولفسبيرج الالماني بنتيجه 2-1. المباراه كانت قويه جدا، والحقيقه لو تابعنا احصائيات وارقام المدير الفني الاسباني مع دي باير ليفركوزن، يمكن استطاع ان هو يفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراه وما خسرش في ولا مباراه. بيحتل صداره الدوري الالماني ب 22 نقطه، واستطاع انه يحرز 25 هدف ويستقبل 7 اهداف، ويمكن ده معدل قوي جدا بالنسبه للدوري الالماني. يمكن الحقيقه مدير فني من المديرين الفنيين المتميزين جدا على الصعيد الخططي. يمكن انا متابع له مباريات كتيره الحقيقه الفتره الاخيره، وكلنا بنتابع مباريات الدوري الالماني، خاصه فريق نادي باير ليفركوزن. يمكن الحقيقه عامل مجموعه من اللاعبين المتميزين جدا الشبان، يمكن ممكن بيدخل فيهم عنصرين الخبره اللي هو بلاسيوس واللاعب تشاكا. يمكن بقيه اللعيبه تقريبا كلها اعمارها بتتراوح ما بين 22 سنه و25 سنه. يمكن لو بنتكلم على اللاعب فيكتور بونيفيس اللاعب الافريقي اللي بيقود هجوم نادي باير ليفركوزن، وايضا اللاعب المغربي امين عدلي الجناح الايسر. يمكن الحقيقه برضه من النقط المهمه جدا انه بيعتمد على 3 مدافعين سرعات واقوياء واطوال، ويمكن منهم 2 افارقه، اللاعب كوسونو اللاعب الايفواري واللاعب توسوبا اللاعب البوركيني. تشافي الونسو من المديرين الفنيين المتميزين جدا، بيلعب كره هجوميه، بيلعب كره استحواذ، عنده القدره ان هو بيلعب كره جماعيه ولمسه سريعه مع فريق نادي باير ليفركوزن، ويمكن بيقدم متعه الفتره الاخيره. بالرغم ان نادي باير ليفركوزن مش الحقيقه يعني متابعته بالنسبه لجماهير الكره المصريه اعتقد قليله، ولكن الحقيقه من الفرق المتميزه جدا. الحقيقه لو هتسالوني يعني نتفرج على ماتشاته، لا طبعا مباراه باير ليفركوزن كلها متعه وكلها اثاره، وبيلعب كره هجوميه وبيلعب كره مفتوحه، وعنده لاعيبه اجنحه متميزه جدا عندها سرعه وعندها مهارات، وعنده لاعيبه وسط ملعب عندها حلول. ويمكن هو كمدير فني عنده دايما الحقيقه تطور خططي بشكل كبير جدا وتطور سريع على الرغم من صغر سنه. الونسو من مواليد مدينه تولوسا في اسبانيا، 25 نوفمبر 1981. لعب لانديه كبيره جدا، ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ. يمكن حصل على بطوله دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد وفريق نادي ليفربول. طبعا كلنا نفتكر هدفه المميز جدا في نيوكاسل في الدوري الانجليزي، يمكن احرز هدف من نص الملعب، كان هدف في منتهى الروعه الحقيقه، ويمكن من اجمل الاهداف في مسيرته. كان لاعب وسط ملعب، كان الحقيقه من اللعيبه المتميزه جدا، بيتميز بالسرعه وبيتميز بالتصويبات الدقيقه جدا، وكان لاعب عنده الكي بايس ممتازه جدا اللي هو التمريرات الافتتاحيه واللونج باس متميز جدا فيه. وكان اللاعيبه اللي هي بتعتبر رادار في الملعب، اللي هو كان انت كمدير فني تقدر تعتمد عليه ان هو يقدر يكشف لك الملعب ويقدر يديك الحلول. الحقيقه قدر ان هو يعمل ده كمدير فني مع فريق نادي باير ليفركوزن. من المعلومات المفاجاه والغريبه اللي اعتقد بالنسبه لحضراتكم ان فريق نادي باير ليفركوزن لم يحصل على الدوري الالماني ولا مره في تاريخه. ويمكن الحقيقه الموسم ده لو استطاع تشافي الونسو ان هو يفوز بالدوري الالماني مع فريق نادي باير ليفركوزن، اعتقد هيكون نجاح كبير جدا ليه كمدير فني اول مره، خاصه بعد اعتزاله من الملاعب كلاعب كره، وانه يتولى قياده فريق كبير جدا زي باير ليفركوزن الالماني، ويقدر ان هو يحقق معاهم انتصار ويحقق انتصار لجماهيره وانه يفوز بالدوري الالماني لاول مره في تاريخه. اعتقد هيكون نجاح كبير جدا، وهتكون
غمزه كده من بعيد من تشافي الونسو ان انا من المديرين الفنيين المتميزين جدا اللي قادمين في عالم كره القدم. ويمكن الحقيقه المستويات الطيبه ويمكن الارقام الحقيقه اللي بيحققها الفتره الاخيره اعتقد بتدل ان احنا امام عقليه مختلفه تماما. ويمكن الحقيقه عملنا لحضراتكم احصائيات حصريه من ملعب السير اعتقد هتكون مهمه جدا بالنسبه لحضراتكم. عملنا مقارنه ما بين فريق نادي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. بالنسبه للتصويبات على المرمى فريق ليفركوزن صوب 66 تصويبه على المرمى في في الثمان مباريات اللي لعبوها، على العكس من فريق بايرن ميونخ صوب 63 تصويبه على المرمى. اما بالنسبه للتمريرات المكتمله يعني التمريرات الصحيحه كان فريق نادي باير ليفركوزن 4679 تمريره صحيحه، ده بالنسبه في الثمان المباريات اللي لعبهم في الدوري الالماني، على العكس من فريق نادي بايرن ميونخ الالماني اللي عمل 4558 تمريره صحيحه. يمكن بالنسبه للعرضيات تفوق فريق نادي بايرن ميونخ ب 157 عرضيه مقارنه بفريق نادي ليفركوزن الالماني 95 عرضيه. يمكن الحقيقه لو التصويبات على المرمى باير ليفركوزن بيتفوق، وايضا في التمريرات الصحيحه ومعدلاتها كان في العرضيات اقل الى حد ما، وده طبيعي جدا لان لو هنتكلم بس ده نجاح كبير جدا بالنسبه لتشافي الونسو لو تابعنا من خلال الارقام، لانه الحقيقه انه بيلعب بلاعيبه كلها اعمارها صغيره ولاعيبه اول مره تلعب مع بعض مع مدير فني ايضا يعني يعتبر مهمه جديده بالنسبه له، ما فيش خبرات كبيره بالنسبه لتشافي الونسو، وان يحقق معاهم الارقام دي اعتقد مستويات قويه جدا بيقدمها تشافي الونسو، على العكس من فريق نادي بايرن ميونخ معاه مدير فني قوي جدا زي توماس توخيل اللي الحقيقه حصل على دوري ابطال اوروبا مع فريق نادي تشيلسي الانجليزي، وايضا معاه لعيبه متميزه جدا ولاعيبه خبرات وايضا بتلعب مع بعض بقالها فتره كبيره، ففي انسجام. يعني لو هنتكلم على اللاعب كومان بنتكلم على ديفيز ظهير ايسر، جمال موسيالا، كيميتش في نص الملعب، وجورتيجزا، وفي الهجوم صاني وهاري كين وشوبو موتينج لا وجنابري. لا الحقيقه فريق نادي بايرن ميونخ عنده كتيبه وعنده لعيبه عندها خبرات عاليه وعنده لعيبه عندها مهارات. الحقيقه كون ان تشافي الونسو يحقق الارقام والاحصائيات اللي احنا وضحناها لحضراتكم ده فاعتقد ده نجاح وانجاز كبير جدا 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 يحسب لتشافي الونسو، خاصه ان هو في بدايه مسيرته في عالم التدريب في كره القدم. في احصائيه عملناها برضو خاصه بملعب السير معدلات الاجاده، يمكن فريق نادي بايرن ميونخ احرز 26 هدف واستقبل 7 اهداف، على العكس من فريق نادي باير ليفركوزن اللي احرز 25 هدف واستقبل 7 اهداف. لو قارناهم بالنسبه لمعدل التصويبات الصحيحه على المرمى هيطلع لنا معدلات اجاده باير ليفركوزن هيبقى 37.8%، على العكس من فريق بايرن ميونخ هيبقى 41.2%. ويمكن الحقيقه ده معدل قوي جدا لفريق نادي باير ليفركوزن، وده بيدل ان احنا امام مدير فني متميز وفريق قوي جدا في الدوري الالماني، واعتقد هتكون حظوظه كبيره جدا. في اسئله دايما بتتسال لنا كتير، يا ترى هل فعلا ليفركوزن ممكن يحقق المفاجاه وينتصر بالدوري الالماني السيزون ده او الموسم ده؟ انا اعتقد بنسبه كبيره جدا باير ليفركوزن لو استمر على هذا المستوى هيكون قريب جدا ان هو يحصل على بطوله الدوري الالماني، خاصه ان فريق نادي بايرن ميونخ كل تركيزه الموسم ده على بطوله دوري ابطال اوروبا لانها مهمه جدا بالنسبه له، وخاصه بعد ما انتدبوا اللاعب هاري كين في خط الهجوم، والحقيقه عاملين تيم قوي جدا، فريق قوي جدا الحقيقه، فهدفهم رقم واحد الدوري الابطال اوروبا. وطبعا هيكون في مباريات كتيره جدا وهيكون في اجهاد، على العكس من فريق نادي باير ليفركوزن مركز في بطوله واحده اللي هي الدوري الالماني، مع المستويات الجيده اللي بيقدمها قادر ان هو يكون تيم وفريق قوي وصلب يقدر ان هو يحقق البطوله. ننتقل بقى مع بعض المباراه مصر والجزائر اللي كلنا تابعناها، من المباريات الجميله جدا كان فيها سرعه وكان فيها نديه، على الرغم من انه فريق منتخب مصر انطرد منه اللاعب محمد هاني بعد حوالي تلت ساعه تقريبا، ولكن الحقيقه يمكن انا حابب ان انا اتكلم عن المباراه دي مع حضراتكم، لانه يعني بالاخص انا مش بتكلم عن مباراه مصر والجزائر على قد ما انا عايز اتكلم على المدير الفني روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي اللي بيدرب المنتخب المصري. يمكن الحقيقه في علامات استفهام كبيره جدا حوالين المدير الفني ده، ممكن بعض وجهات نظر المتابعين هيقولوا لي يعني هيبقوا معترضين على الكلام اللي هقوله، لكن مهم جدا جدا ان انا اسير النقاط دي وان انا اتكلم فيها مع حضراتكم، ومهم جدا ان حضراتكم تسمعوني في الجزئيه دي لان اعتقد هتكون مهمه جدا. لوي فيتوريا الحقيقه عمل دع خططي في اداره المباراه، بغض النظر ان فريق من طبعا منتخب الجزائر عنده لعيبه متميزه جدا وعنده لعيبه كلها محترفه سواء في خط الدفاع او في خط الوسط او في خط الهجوم، ولكن الحقيقه كون ان انت يبقى كمنتخب مصر يبقى عندك طرد في اول تلت ساعه، وازاي تقدر تتعامل مع اللقطه دي بشكل جيد جدا، وانه يخرج اللاعب محمد هاني وينزل عمر كمال مكان زيزو ويبقى بيلعب ب4-4-1 اللي هو مصطفى محمد في خط الهجوم، وبيبقى يلعب محمد صلاح وتريزيجيه من تحته، ويقفل بنص الملعب ويحافظ على التوازن في منطقه وسط الملعب من خلال حمدي فتحي واللاعب محمد النني. فده الحقيقه كان يعتبر انجاز خططي رهيب جدا للمدير الفني روي فيتوريا، وانه يحافظ على توازن الفريق، وهنا كان اعتمد على مواطن القوه اللي عنده. يعني انا النهارده لما بلعب بمصطفى محمد بخط الهجوم، مصطفى
محمد لعيب قوي بيدي الحريه لحد ما محمد صلاح معاه، فبالتالي يبقى تريزيجيه بيبقى قريب من اتنين نص الملعب اللي هم محمد النني وحمدي فتحي، فعشان كده كان في كثافه في منطقه وسط الملعب، وايضا عنده معدلات اجاده عاليه من خلال سرعه وقوه بدنيه اللي هو محمد صلاح ومصطفى محمد في الثلث الاخير، ويمكن ده الحقيقه نجح فيه، وخاصه انه معاه عمر كمال باك يمين فحافظ على الاستقرار بالنسبه لمنطقه الدفاع، وده كان ذكاء وكان عبقريه الحقيقه في اداره المباراه في اللقطه دي. انت بتلعب امام فريق كبير جدا زي منتخب الجزائر، عندنا لاعب زي رامي بن سبعيني دورتموند الالماني، عندنا اللاعب رياض محرز فريق النادي الاهلي السعودي، واللاعب سفيان فيجولي، يمكن الحقيقه عندهم لاعيبه متميزه جدا، ايضا عندهم استقرار اداري واستقرار فني، واللعيبه كلها بتلعب مع بعض بقى لها فتره كبيره، فكون ان انت تقدر تدير المباراه بالشكل ده امام فريق كبير جدا بحجم منتخب الجزائر بقياده المدير الفني جمال بالماضي، وتقدر تتعامل مع التحدي ده بشكل جيد، اعتقد هي دي اللقطات اللي ممكن بتشعر من خلالها عبقريه المدير الفني. ويمكن دايما بنقول المديرين الفنيين البطوله بيكون لهم مواصفات وبيكون لهم شخصيه مختلفه، في حاجه اسمها شخصيه البطل، ده بالنسبه للمدير الفني. ويمكن الحقيقه روي فيتوريا اظهر لنا ملمح من الملامح اللي تدل ان هو مدير فن بطوله، ويمكن هو طبعا تاريخ روي فيتوريا في الدوري البرتغالي وفي كاس البرتغال يمكن الحقيقه معروف طبعا ان هو مدير فني من المديرين الفنيين المتميزين جدا، ولكن الحقيقه اول مره على الرغم ان مباراه المنتخب المصري الفتره اللي فاتت كلها انتصر حقق فيها انتصارات، ولكن ما كانش فيها اداء مقنع قوي، يمكن كلنا كان عندنا علامات استفهام كبيره جدا. ولكن بنقول دايما انه المباريات الكتير مع انك انت بتلعب ماتشات في مستوى اعلى ممكن المستوى بيتحسن الى حد ما، ولكن الحقيقه التحدي اللي ظهر فيه روي فيتوريا وازاي انه يقدر يتعامل معاه، هنا البراعه الخططيه بقى، وهنا بتدل بقى ان احنا امام مدير فني متميز جدا ومدير فني عنده عقليه مختلفه في اداره المباريات. وده دايما ودي الظروف اللي دايما بيتحط فيها الفرق الكبيره والمدربين الفنيين الكبار اللي عايز ياخد بطوله، مفيش حاجه اسمها لا اصلا انا انطرد مني لعيبه، اصلا انا عندي عجز، اصلا انا عندي لعيب مصاب. هنا ازاي تقدر تدير المباراه حتى لو بتلعب امام فريق قوي وفريق متكامل، وازاي تقدر تخلق الحلول المختلفه اللي تقدر تحقق بها التميز وتحقق بيها الانتصار بالنسبه لفريقك. يمكن الحقيقه ده من خلال احصائيات المباراه، يمكن الكلام اللي احنا بنقوله عشان برضو ناكده لحضراتكم ده انعكس من خلال احصائيات المباراه. يمكن الحقيقه منتخب الجزائر استحواذ 59%، منتخب مصر 41%، منتخب الجزائر 8 تصويبات على المرمى على عكس منتخب مصر 6 تصويبات على المرمى. ايضا بالنسبه للضربات الركنيه يمكن منتخب مصر 4 ركنيات على عكس منتخب الجزائر 6 ركنيات، احنا بنتكلم في منتخب مصر اللي مطرود منه لاعب، وشايفين الاحصائيات عامله ازاي. فده يدل قد ايه ان الراجل قدر انه من خلال التوازن الخططي اللي عمله ان هو يحقق المعادله، وان هو يقدر يدير المباراه بشكل جيد جدا الحقيقه، واقنعنا بشكل كبير جدا في المباراه دي. ويمكن الحقيقه كان في انطباع جيد الى حد ما عن المدير الفني روي فيتوريا، خاصه بعد التعادل. يمكن الحقيقه عمر مرموش ضيع فرصه الفوز، فالحقيقه منتخب مصر كان اقرب الى الانتصار كمان. ويمكن اعتقد دي من اولى المباريات اللي كلنا بصفه عامه حتى لو كان في اختلاف في وجهات النظر على روي فيتوريا الفتره اللي فاتت، ولكن كلنا اقنعنا او على الاقل بقى في انطباع مبدئي ان احنا امام مدير فني لا ذو عقليه مختلفه. وده اللي انا باكده على حضراتكم من خلال تحليلنا ومن خلال رؤيتنا ومن خلال الارقام اللي احنا بنوضحها مع حضراتكم. اللقطه اللي عملها متميزه جدا لما الحقيقه عمل تغيير، لما خرج اللاعب مصطفى محمد ونزل حسين الشحات وخلى محمد صلاح في خط الهجوم، وبقى حسين الشحات واللاعب عمر مرموش مكان تريزيجيه بقوا في نص الملعب. فده ايضا كان ذكاء من المدير الفني روي فيتوريا. ليه؟ لان مصطفى محمد كان مجهوده ابتدى يقل، طب انا عايز انشط النواحي الهجوميه وفي نفس الوقت احافظ على الثبات في منطقه وسط الملعب. حسين الشحات عنده الجوانب الدفاعيه جيده، ايضا عمر مرموش، وادى الحريه لمحمد صلاح اللي عنده السرعه وعنده الفينش عالي وعنده انهاء الهجمات بشكل جيد جدا. فده ايضا كان نوع من البراعه الخططيه في اداره المباراه في اخر ربع ساعه، في اللحظه اللي انت كنت المفروض ان انت بتبقى مضغوط فيها، وفريق منتخب الجزائر عايز ان هو طبعا يحقق الانتصار. فده ايضا كان برضو ملمح من ضمن الملامح المتميزه جدا بالنسبه لعقليه روي فيتوريا الخططيه الحقيقيه. نتمنى للمنتخب المصري التوفيق الحقيقه الفتره اللي جايه. اعتقد هنتفرج على مباراه جميله جدا ومباراه متميزه مع روي فيتوريا، نظم معسكرات بشكل جيد واللاعيبه كلها كانت متواجده، اللاعيبه المحليه او اللاعيبه الدوليه. ننتقل بقى بالنسبه لبطوله الدوري الافريقي اللي اول مره بتتلعب، ويمكن الحقيقه بنظام مصغر الموسم ده، من الموسم الجاي هيكون النظام مختلف تماما. يمكن الموسم ده بيلعبوا 8 فرق اللي هو طبعا بيترو اتلتيكو الانجولي وماميلودي سان داونز وسيمبا التنزاني مع الاهلي والترجي مع مازيمبي الكونغولي وانيمبا النيجيري مع فريق الوداد. يمكن الحقيقه اللي هينتصر من ماميلودي سان داونز وبيترو هيلاعب الفائز من الاهلي وسيمبا، والترجي ومازيمبي اللي هيفوز منهم هيلاعب الفائز من نيمبا والوداد. يمكن الحقيقه 8 فرق وبعد كده بيلعبوا دور قبل نهائي وبعد كده بيلعب النهائي. يمكن ايضا من البطولات القويه جدا، ويمكن الحقيقه الفرق كلها
قويه، واعتقد مهم جدا النادي الاهلي يفوز بيها. يمكن الاهلي تعادل في المباراه دي 2-2. كانت نسبه استحواذ بالنسبه لسيمبا التنزاني 57%، الاهلي 43%، ولكن استطاع ان هو يحقق الانتصار من خلال 4 تصويبات على المرمى، استطاع ان هو يسجل منهم هدفين، وده كان معدل جيد جدا الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. احرز الاهداف اللاعب كهربا واللاعب محمد رضا سليم. يمكن الحقيقه كهربا ورضا سليم بيقدموا اداء جيد جدا الفتره الاخيره، وكولر الحقيقه مع النادي الاهلي بيلعب باداء متميز، وبيلعب كره جماعيه جيده جدا. ويمكن حتى ابتدينا ان احنا نتطور ان يبقى في جمل تكتيكيه في الملعب، مش مجرد ان هو مدير فني بيقدر ان هو يعمل لك خطه، وانه يقدر يعمل تغييرات بشكل جيد، وانه يكون دقيق جدا في اختيار عناصره لإدارة المباراه. فالحقيقه انا شايف ان النادي الاهلي بيتطور بشكل كبير جدا مع كولر، وفي خطوات سريعه ان احنا نشوف فريق متميز وفريق ممتع الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. وصلنا بقى لاخر فقره في حلقتنا، وهي مباريات الدوري الانجليزي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا كنا متوقفين عنها. يمكن سريعا كده حابب ان انا اوضح لكم بعض المعلومات الحقيقه بقى، خاصه بعد الجوله الاخيره. يمكن توتنهام في المركز الاول برصيد 23 نقطه، فريق نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني 21 نقطه، ارسنال في المركز الثالث 21 نقطه، ليفربول في المركز الرابع برصيد 20 نقطه، واستون فيلا وده المفاجاه في المركز الخامس برصيد 19 نقطه. يخيلوا ان احنا بنتكلم في 5 فرق الاوائل في الدوري الانجليزي، من ضمنهم استون فيلا بقياده يوناي امري اللي الحقيقه محقق مفاجاه الموسم ده، هو والمدير الفني روبرتو ديزيربي مع فريق نادي برايتون، بيحقق اداء قوي جدا. ولكن الحقيقه استون فيلا استطاع ان هو ينتصر في المباريات الاخيره، وان هو يحقق مركز جيد، المركز الخامس في الدوري الانجليزي، وبفرق نقطتين عن مانشستر سيتي. يعني وارد ان استون فيلا لو كسب المباراه اللي جايه مانشستر سيتي خسر، ممكن نلاقيه في المركز الثاني. وعشان كده بنقول الدوري الانجليزي من اقوى الدوري، يعتبر اقوى دوري على مستوى العالم الحقيقه. متعه، سرعه، قوه، اثاره، نديه، فكر، خطط، مديرين فنيين، لاعيبه متميزه. يمكن ايضا فريق نادي توتنهام وارسنال، يمكن دول الفريقين اللي لسه ما خسروش ولا مباراه في الدوري الانجليزي، على العكس من ليفربول يحتل المرتبه الثانيه بعديهم ان هو خسر مباراه واحده. يمكن الحقيقه فريق نادي ليفربول ايضا وجهه نظري وقلناها قبل كده وبناكدها للمره الثانيه، ان فريق مانشستر سيتي بالمستويات اللي بيقدمها الفتره الاخيره، وخاصه انه هيلعب بطوله دوري ابطال اوروبا، وخاصه بعد مغادره جوندوجان واللاعب رياض محرز واصابه دي بروين، اعتقد جوارديولا الامور بالنسبه له هتبقى صعبه جدا، ولو حصل نزيف من النقاط والامور هتبقى اصعب واصعب. وعلشان كده انا الحقيقه اللي شايف ان الفرقتين المتميزتين جدا واللي هيكونوا اقرب للفوز بالبطوله الموسم ده توتنهام وفريق ليفربول الحقيقه، ويمكن يدخل بعديهم فريق نادي ارسنال. ولكن الحقيقه اعتقد ان المنافسه هتكون شرسه ما بين الفرقتين دول، لانه نادي ليفربول بيعتبر اقوى معدلات اجاده بالنسبه للهجوم في الدوري الانجليزي، ويليه فريق نادي توتنهام الانجليزي. ولكن الحقيقه المباريات كلها قويه وبتتسم بالنديه والسرعه. من ايضا بالنسبه لمفاجات الجوله الاخيره تعادل فريق نادي تشيلسي مع ارسنال، ويمكن الحقيقه ده برضو اتكلمنا فيه قبل كده ان ماوريسيو بوكتينيو مساله وقت وهيقدم لنا فريق ونموذج جيد جدا لفريق متميز في الدوري الانجليزي. ويمكن ده واضح لينا، خاصه على الرغم انه ما بيلعبش بنيكولاس جاكسون، وايضا في عنده غياب من العدد من اللاعبين، ولكن لعب ببالمر ومعاه اللاعب كلاجير. فالحقيقه بيقدم اداء قوي جدا، واستطاع ان هو يفوز على فريق نادي ارسنال، ويمكن الحقيقه تعادلوا بعد كده معاه، ولكن قدم مباراه قويه جدا جدا، واستطاع ان هو يحصل على نقطه من المباراه دي، وده امر صعب جدا. واعتقد ما فيش، يمكن صعب جدا كان حد يتوقع ان فريق نادي تشيلسي يحقق المفاجاه. ولكن احنا بنقول ان ماوريسيو بوكتينيو مدير فني متميز، عنده حلول وعنده فكر خططي جيد، ومعاه لاعيبه متميزه، محتاج وقت ومحتاج استمراريه ومحتاج دعم، واعتقد هيبقى عندنا فريق متميز جدا بالنسبه لفريق نادي تشيلسي. ويمكن ده اللي عاجبني قوي في شخصيه ماوريسيو بوكتينيو، ان مهما كان الانتقادات ومهما كان الامور خارج الملعب، ولكن الحقيقه هو محافظ على فريقه، عارف هو بيشتغل ازاي. ويمكن واحده واحده اعتقد فريق نادي تشيلسي هيكون مقنع للجميع، حتى ولو كان في نوع من عدم الارتياح للفريق بالنسبه للفتره الحاليه. ولكن بنقول ان فريق ان ماوريسيو بوكتينيو على المسار. فجاءت الفتره اللي جايه بالنسبه لفريق نادي تشيلسي في ان هو يستعيد مستواه بسرعه. وكان للاسف بقى وصلنا لنهايه حلقتنا سريعا. يمكن الحقيقه استمتعت جدا بيها مع حضراتكم، بشكركم جدا على متابعتكم لينا، وطبعا منتظرين دايما منكم الدعم من خلال تفعيل الاشتراك للقناه، ونعمل شير ونعمل فولو للصفحه، لان الحقيقه الفتره اللي جايه هيكون فيها اخبار وهيكون فيه مفاجات كتيره جدا جدا الفتره اللي جايه. اللي مش هيكون مشترك معانا واللي مش هيتابع الصفحه اعتقد هتفوتوا الامور دي كلها. مهم جدا ان احنا نتابع دايما اول باول. بشكركم جدا والى اللقاء.